وقف إطلاق النار في غزة. ليه نتنياهو دلوقتي وافق على اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا الحكاية بالبلدي. الناس كلها عمالة تقول اشمعنى نتنياهو وافق على اتفاقية وقف إطلاق النار دلوقتي أو في الوقت الحالي. أول حاجة، وزراء كتير في حكومة نتنياهو ومن حزب الليكود رافضين وقف إطلاق النار، اتفاقية وقف إطلاق النار. ومنهم بن غفير مهدد طبعا انسحابه من الوزارة واستقالته وكذا وزير تاني على فكرة. طيب ليه نتنياهو وافق؟ يعني ايه الضغط اللي حصل لنتنياهو ان هو يوافق؟ الضغط يا جماعة جه من ترامب، بعت المبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط لنتنياهو وهدده ان هو لو ما وقفش اطلاق النار قبل تولي ترامب الحكم، ترامب هيشيل الدعم الامريكي من عن اسرائيل. طبعا الدعم الامريكي لاسرائيل احنا كلنا طبعا عارفين ان هو دعم قوي جدا ودعم كبير جدا. وحتى الولايات المتحده عامله على حكم نتنياهو في المحكمه الدوليه رفضت الكلام ده. فطبعا هم في صف اسرائيل وفي صف نتنياهو. انما اللي هو هدده اللي هو هينسحب من دعم اسرائيل، ده طبعا خوف نتنياهو وده اللي خلاه يوافق على وقف اطلاق النار. الاتفاقيه ديت بقى لها شهور اصلا، مصر مقدماها وقطر ودول كتيره ومنهم الولايات المتحده. والاتفاقيه ديت جه وافق عليها دلوقتي نتنياهو. الاتفاقيه قايمه على 3 مراحل. المرحله الاولى هو طبعا تسليم الرهائن اللي بعديهم، يعني مثلا الراجل عليه 30 اسير فلسطيني، اما الامراه عليها 50 اسير فلسطيني. طبعا الانسحاب من محور النسرين ده طبعا مهم جدا جدا جدا. وده طبعا هيرجع السكان اللي كانوا متهجرين هيرجعوا طبعا الشمال تاني. وربنا طبعا يقف مع اهالينا الفلسطينيين، واحنا كلنا والله العظيم ربنا اللي يعلم ان احنا طبعا قلبنا بيتقطع عشانهم، واحنا زعلانين طبعا عشانهم. وبنشكر الحكومه المصريه طبعا على طبعا دعمها ووقوفها جنب الجانب الفلسطيني وخصوصا غزه. وطبعا ونشكر طبعا ال- الحكومه القطريه برضو على دعمها لهذا الموضوع. واحنا طبعا دعمنا كله لفلسطين، لاهلنا في فلسطين، وبندعي ربنا يقف معاهم ويطلعهم من النكبه اللي هم فيها، لان عندهم البنيه التحتيه طبعا اتهدت خالص واتدمرت. عايزين دعم طبعا لبناء البنيه التحتيه ده. والدعم على فكره هيبقى 99% منه من دول الخليج، والدعم الاوروبي هيبقى ضعيف واحنا عارفين بالكلام ده. وربنا يقف مع اهلنا الفلسطينيين